بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع القديس العظيم القديس الأنبا صموئيل المعترف، بركاته تكون معنا آمين. اتولد القديس العظيم ده سنة 597 بوعد إلهي لوالده، واهتم والده بتربيته تربية مسيحية. ولما بلغ السن 12 سنة كان بيمارس الأصوام والصلوات بنسك شديد جدا، وفي السن الصغير ده كان بيصوم لغاية الغروب، وكان مواظب على الصلاة في الكنيسة كل يوم، حتى إن الكنيسة رشمته قارئ لها مخصوص. ولما كبر وبقى شاب، أبوه وأمه أرادوا إن يجوزوه، لكن هو رفض وقال لأ، وإذا اتكلمتوا معايا في الموضوع ده تاني همشي البرية ومش هتشوفوني تاني. فخلاص رضوا بقوة ربنا إنهم يسكتوا عشان ما يزعلش هو منهم. فأمه قالت خلاص يبقى لنا غرس في أورشليم السمائية بابننا ده. وبعد ما مات أبوه وأمه قصد البرية، برية شهيد، سنة 619 ميلادية، وتوسل لله إنه يرشده لمكان الخدمة اللي هيخدم فيها وهو راهب. فأرشده ربنا بملاك إلى دير القديس مكاريوس، وهناك التلمذ على ايد القديس اغاثون، وهو ألبسه لبس الإسكيم المبارك. التزم بتعاليم الدير وكان بيصوم وما كانش بيفطر إلا يومين في الأسبوع بس، وكان دايما الصلاة والصوم. وبجوار القديس الأنبا أغاثون كان بيعلمه كل شيء، وقعد معاه 3 سنين حتى إنه تنيح. وبعد نياحة القديس أغاثون هو كمل صيامه ونسكه الشديد في البرية، وكمل ورسم قس على دير القديس الأنبا مكاريوس. وفي زمن المقوس حكم عليه بمجمع الخلق دنيا، اللي هو كان كله خرافات للمسيح، وراح يبلغ الرهبان ومنهم الأنبا صموئيل بالقرار ده. فالرسول اللي جايب المنشور دوت قعد يزعق في الرهبان وقال لهم هتقبلوا المنشور ده ولا لأ. فأخدت الغيرة الأنبا صموئيل وقال لهم ملعون كل من يقبل أي كلام ضد المجمع، وملعون كل من يؤمن بإيمان غير الإيمان بتاعنا. مسك المنشور وقطعه وقال ملعون كل إيمان غير صحيح مش ماشي مع التعاليم المسيحية. فأمر رجاله بضرب القديس الأنبا صموئيل ضربا مبرحا، حتى إن ضربة منهم جت على عينيه وصفت له عينيه وخرج الدم منها يسيل كتير. وبعد كده طردوا، بعد ما ضربوا كده طردوا هو والرهبان. فأتاه الملاك وعزاه، وبعدين قال له لازم تروح أقاليم الفيوم وتقعد في جبل القلمون. وفعلا راح وقعد هناك، وتعرض القديس لتجارب قاسية كتير، وصُبم البربر مرتين. وهناك التقى بالقديس الأنبا يحنس، وإنهم عملوا معاه محاولات كتير علشان يؤمن بعبادتهم. فخلي بالك يا أنبا صموئيل لأنهم بيعبدوا الشمس. وفعلا لما طلب منه صاحب رئيس البربر إنه يخلي الأنبا صموئيل يسجد للشمس، رفض وغضب رئيس البربر وضربه ضرب مبرح جدا، وخلاه بدون أكل ولا شرب لمدة 5 أيام. وكان الأنبا صموئيل دايما بيتعذب القديس يحنس. ورئيس البربر الشيطان دخل في قلبه وحب يجوز الأنبا صموئيل من أحد جواريه عشان يخلفوا عبيد ليه. فقال له لأ، مش ممكن، أنا نادير المسيح ومش ممكن أنطق لنفسي إلا رب، وإني أفضل لي أموت ولا إني أدنس نفسي وأخلف وعدي مع ربنا. ودبر رئيس البربر إنه يربطهم بحديد في رجليهم هما الاتنين، هو والجارية، عشان ينفذوا المخطط الشرير. لكن الأنبا صموئيل كان بيشتاق شجاعة وقوة كل شوية، وكان ربنا بيعمل على ايده معجزات كتير وشفاء المرضى. وكمان ربنا خلاه يشفي امرأة رئيس البربر من مرضها وقال لها ربنا يشفيكي، فشفيت في الحال. وبعد كده لما رئيس البربر شاف معجزاته اعتذر له عن شره اللي عمله معاه وطلب منه السماح. فسامحه القديس وطلب العودة إلى ديره. فعلا سابوا رئيس البربر وراح الدير، وكانت مسافة بتسير حوالي 17 يوم. ولما دخل الكنيسة قدم الشكر لله. ولما كان بيصلي كانت الست العذراء بتظهر له هي وأشخاص مليانين نور.
ووعدته الست العذراء ان البربر مش هيجوا المكان ده تاني، وان هيفضل العهد معاه لاخر الزمان. ففرح القديس جدا بكلام الست العذراء وجمع حواليه تلاميذ وقعد يعلمهم التعليم الصالحة. وفي الآخر تنيح القديس بسلام. وأخيرا بعد جهاد كبير ومطنيات وصلوات تنيح أبونا الغالي الأنبا صموئيل في 8 من شهر كيهك. بركة صلواته تكون معانا أمين. وما تنسوش تشتركوا معايا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا يفرح قلبكم بكل غالي وبصلوات الأنبا صموئيل آمين.